العين والزور وتحت الحزام. يعني انا سمعتها صح؟ انت بتنطي فعلا. اهو بصي، دول مهما بلغت قوه الراجل عمره ما يعرف يقوي المناطق دي. ايه ده يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. دلوقتي واحد جاي يحط ايده عليا، فانا بهدوء بقول له لو سمحت انا ما بحبش حد يلمسني. فبالتالي انا ابسط حركه هعملها هي حركه تاني الصباع عكس الاتجاه. تمام؟ ازاي بتتم؟ ازاي الحركه بتتم؟ بالشكل ده. صباعي 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 دم. تمام. تاني حركه وهي فقع العين. فقع لغايه لما تطلع من دماغه. ليه؟ ده واحد جاي يأذيني، بس ده حياتي في خطر او هو قريب مني، هضطر اعمل ايه؟ اجيب ايدي عند راسه من هنا، بس عشان انا تعبت قوي قوي. وبالصباع ده بدوس على عينه لحد لما خلاص الله الله عيني في عيني في عرضك يا باشا، في عرضك يا سعاده الباشا. في عندنا حركتين برضو، ضربتين تحت الحزام. فانا من هنا بطلع واخش على طول باقصى قوتي. انا عجباني قوي. يا لهوي. الولد بقى المفروض مثلا اللي قدامك ما تاثرش من اول ضربه، هتضربيه تاني وتالت ورابع في نفس المنطقه. كفايه كفايه، هو من سايب. بطلع بضرب والم. تمام؟ فبتبقى بسرعه بخطفه كده، اللي هو لما الواحد يجي مثلا يبقى واقف اقول له لو سمحت ما تاذينيش. الحقني يا طلبة، الحقني يا طلبة. انت دلوقتي حددتي مسافتك، الشخص ما وقعش من اول مره، اضربيه تاني، اضربيه تالت، وقع في الارض خلاص انت عارفه تتحكمي فيه، هتعرفي تجري. المهم ان انا اتاكد ان الشخص ده مش هيعرف يقوم تاني. بنت يا سوسو، ايه اللي بتعمليه ده؟ ده انا كنت بعلمه الكاراتيه عشان ما يجيش ورايا، عشان ما يجيش ورايا، ما يجيش ورايا، ما يتبعنيش، خلاص هو وقع. انت قتلتيه يا ماما. اللي قادرة عالتحدي وعالمواجهة. الانسه مدربه العاب قتاليه، وده التقرير الفني بتاعها يا فندم.